السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تي اف ال جو لايف تيوب باس اند ريل. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بحجز حافلات او القطارات او الترام. لو انت التطبيق ده موجود اول حاجة في انجلترا، في لندن. تقدر من خلال التطبيق ده لو انت حابب ان انت تسافر من مدينة لمدينة وحابب ان انت تسافر بأتوبيس اللي هي الحافلة، تقدر تحجز التذكرة بتاعتك من خلال التطبيق وتقدر تعرف ميعاد التحرك وتقدر تعرف الخط السير بتاعه وتقدر تعرف هتوصل في خلال وقت قد ايه، ويجي لك اشعار لو في حاجه حصلت للاتوبيس او الاتوبيس هيتعطل او الميعاد الرحله هيتاخر او في اي مشكله. كمان لو حابب ان انت تلغي الرحله بتاعتك او حابب ان انت تبدل الرحله بتاعتك بتقدر ان انت تلغيها او تبدلها بكل سهوله. كذلك الامر برضو في القطارات، لو حابب ان انت تحجز في قطار معين فانت بتقدر تحجز فيه بكل سهوله. تقدر تعرف على اسعار تذاكر القطارات. تقدر ان انت لو عايز تبدل الرحله بتاعتك عايز تغيرها. لو برضو حصل في مشكله في القطار والقطار هيتغير او ميعاده هيتاخر او في اي مشكله، بيقدروا يبعتوا لك قبلها بوقت كافي بحيث ان انت ما تروحش المحطه وتفضل واقف او قاعد مستني على الفاضي. ده كده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. كمان بتقدر ان انت تبقى تشتري التذكره من خلال التطبيق، والتذكره ما بتكونش ورقيه، التذكره بتكون الكترونيه. بتقدر تشتري من خلال ان انت بتكون رابط التطبيق بفيزا كارت او ماستر كارد. مشكله التطبيق بقى ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه. دي طبعا حاجة أساسية لأن هو تطبيق إنجليزي موجود في إنجلترا. بس كده يعتبر أبسط شرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك في الفيديو، لو عايز شرح تطبيق معين اكتب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزة أو عيب للتطبيق في أي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة إنك لو اكتشفت أي ميزة أو عيب للتطبيق في أي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. حابب إن أنا أنوه الناس لحاجة، ان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله باكتر من 5 شهور او 3 شهور او كده واكتشف فيه ميزة او عيب، فدي حاجة طبيعية. يعني ما يجيش يكتب في الكومنت انت في مميزات انت مش قايلها او في عيوب انت مش قايلها او ما قلتناش على الحاجه دي ليه قبل ما نحمل التطبيق او اي حاجه من الحاجات دي، لان دي يا جماعه كلها تطبيقات. يعني تطبيقات بينزل لها تحديثات مستمريه، يعني ممكن كل اسبوع تلاقي في تحديث نزل، ممكن كل 10 ايام، ممكن كل شهر. الكلام ده حاجه طبيعيه لكل التطبيقات. التحديثات دي قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه، عشان كده انا كل فيديو بنوه ان لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق اكتبها في تعليقات الفيديو عشان نساعد بعض ونفيد بعض. اما لو انت مش حابب تعمل حاجه زي كده وشفت الفيديو ولقيت التطبيق اللي انا شارحه ده مثلا شرحه من وقت كبير 6 شهور مثلا 7 شهور 8 شهور وحابب ان انت تحمل التطبيق ده، اكتب لي في تعليقات اي فيديو وقول لي اشرح لي، انا عايزك تشرح لي التطبيق المعين ده. والتطبيق ده لو انا شرحه حتى قبل كده بس من زمان مثلا ولا حاجه هتلاقيني شرحته لك تاني بالمميزات بتاعته الجديده والعيوب اللي فيه الجديده. ولو حابب ان انت تعرف ازاي التطبيق ده بيشتغل برضه هعرفك التطبيق ده ازاي بيشتغل. ولو حابب تلغي اشتراكك اشتركت في تطبيق وحابب ان انت تلغي الاشتراك برضه عرفني وانا هعرفك كل حاجة ان شاء الله. وتقدر ان انت تراسلني كمان على الفيسبوك او على ماسنجر على اكونت باسم مراجع برامج. بس كده، شكرا، سلام عليكم.